السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. معكم المهندس حسين الفيسي وجولة جديدة من جولاتنا في العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة 17 مايو 2023. حاليا أنا موجود في مدخل العاصمة الإدارية الجديدة. على ايدينا اليمين ده نادي اجتماعي موجود شمال حي المقصد، وعلى ايدينا الشمال مبنى الجامعات الأوروبية في العاصمة الإدارية الجديدة. قدام حضراتكم على طول حي المقصد، موجودين شمال الحي السكني R3. هنخش ناخد جولة كده من المنطقة اللي احنا موجودين فيها لحد منطقة الواحة كده، وهنشوف الدنيا وصلت لحد فين. على الطبيعة طبعا بقالنا فترة ما نزلناش وما صورناش حي المقصد، بس الدنيا كل يوم بتتطور هنا عن اليوم اللي قبله. بسم الله ما شاء الله، في شغل كبير وفي حركة كبيرة موجودة. المكان يعتبر بنسبة 95% خلاص منتهي خلاص، يعني يعتبر ناقص على حاجات صغيرة ورتوش صغيرة خالص، وبإذن الله الناس تبدأ تسكن وتشجع بعضها على السكن في الفترة اللي جاية في العاصمة الإدارية الجديدة. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده وشرحنا ان الحي السكني R3 حي من ضمن 6 احياء موجودة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، احياء حكومية. موجود قدام منطقة CBD مباشرة، وفي شمال العاصمة الإدارية في مدخل العاصمة الإدارية. لو انت جاي من على محور الأمل وطريق السويس، أول حاجة هتقابلها هو الحي السكني R3 في العاصمة الإدارية الجديدة. واللي انت برضو داخل العاصمة الإدارية من على الطريق الدائري الإقليمي، أول حاجة هتقابلها برضو من الأحياء السكنية الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة هو الحي السكني R3. يعني يعتبر من الأحياء المميزة، والموقع بتاعها مميز جدا، والشكل المعماري برضو بتاعها مميز عن باقي الأحياء السكنية. كده ده المدينة الرياضية، وبعدها على طول منطقة نادي اجتماعي كده موجودة في الحي السكني شمال الحي السكني R3. الطريق اللي احنا جايين عليه ده كده في عليه 3 جامعات موجودين بالترتيب كده. من وانت جاي من عند منطقة البرج الأيقوني موجود الجامعة المعلوماتية، وبعد كده الجامعة الكندية، وبعد منها على طول الجامعات الأوروبية في العاصمة الإدارية الجديدة. هناخد يمين كده وهنروح لحد منطقة الواحة، وهنشوف الكنيسة اللي بتتبني هناك، وهنشوف المبنى الخاص بكارفور اللي طبعا الإعلانات بتاعته مالية العاصمة الإدارية الجديدة. هنشوف الكلام ده كله قدامنا واحنا ماشيين في طريقنا بإذن الله تعالى. ده كده منطقة على ايدينا اليمين منطقة حي المقصد فيلات كلاسيك، وعلى ايدينا الشمال منطقة خاصة بالفيلات المودرن. قدام مننا على طول ده منطقة البرج الأيقوني، منطقة الأعمال المركزية ظاهرة من هنا كده. ده كده ميدان كبير جدا موجود في المنطقة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا احنا الكلام ده احنا بنصور هنا في العاصمة، وفي المكان ده من ايام ما كان لسه صحراء خالص، المكان ما كانش فيه حاجة خالص، كناش نعرف نمشي بعربية هنا. الناس ممكن ترجع للفيديوهات بتاعتنا القديمة، هتلاقي ان المكان اتغير 180 درجة بصراحة. طبعا هنا على طول السور في دوريات امن على فكرة موجودين دلوقتي، موتوسيكلات كده وقاعدين في كل مكان. بسم الله ما شاء الله، يعني الدنيا بدأت تتحرك وبتختلف. بدأنا خلاص بقى خلصنا شغل مباني، بدأنا نخش في بقى ايه الخدمات الخاصة بالسكان والناس اللي هتيجي تسكن والكلام ده، يعني بيرعوها للفترة اللي فاتت دي ومركزين عليها. ده كده المبنى الخاص بكارفور هيتعمل هنا في المكان ده كده، وعاملين مبنى، يعني المبنى ده اصلا قائم، وكارفور هياخده هيجهزه بقى مبنى خاص بنفسه. طبعا في حوالين منه مواقف كبيرة جدا، وفي قلب يعتبر في قلب الحي في قلب منطقة الواحة. طبعا الاعلانات مالية العاصمة الإدارية الجديدة عن افتتاح كارفور قريب خالص ان شاء الله. ده هيكون ده المبنى الخاص بيه. ده كده حي المقصد قدام حضراتكم منطقة الفيلات. ده حي المقصد قدام حضراتكم. دي مدرسة موجودة برضو في المكان.
زي ما قلت لحضراتكم المكان اختلف تماما، يعني لسه في بعض الشغل بس بنسبة بسيطة، يعني حاجات رتوش بسيطة يعني موجودة في المكان، وهيكون المكان جاهز. طبعا بعض الأحياء خلاص جاهزة بنسبة 100%، ما عادش فيها شغل خالص، الأمن قاعد قدام العمارات وما عادش في أي شغل خالص جوه، واللي عايز يجي يسكن هيجي يسكن إن شاء الله، يعني المكان جاهز للسكن يعني. وبعض المناطق زي المناطق اللي احنا فيها دي لسه فيها برضو الأعمال برضو، وبعض الحاجات لسه فيها شغل. دي كنيسة موجودة هنا في المكان، وبعدها مول تجاري، وبعدها منطقة عمارات الواحة. ده ميدان كنيسة مرجرجس. الميدان ده لو دخلنا يمين منه هنروح على محور الأمل ومنطقة الام يو 23 ومنطقة الار 2. لو كملنا على طول هنا كده هنروح عند محور الوزارات. ده كده لو رحنا من هنا هنروح على منطقة الام يو 23 ومحور الأمل، ونروح الحي السكني ار 2 من هنا كده. لو خدنا في اتجاهنا على طول اتجاه البرج الايقوني هنلاقي نفسنا عند محور الوزارات. طبعا الناس عارفة معانا محور الوزارات وصورناه اكتر من مرة. دي كده الكنيسة الموجودة في المكان هنا تحت الانشاء، ودي منطقة عمارات الواحة. يبقى احنا جايين من هنا كده من على الشارع الفاصل بين مستقبل سيتي وبين العاصمة الإدارية الجديدة، ودخلنا في قلب حي المقصد، ومش اتمشينا لحد منطقة الواحة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. طبعا انا بعتذر لكل الناس في الفترة الأخيرة مقلل الفيديوهات شوية، لأن أنا مضغوط والله شوية في الشغل، فغصب عني يعني. بس بإذن الله الفترة اللي جاية هنبدأ نصور كل مكان في العاصمة الإدارية الجديدة زي ما عودنا حضراتكم باستمرار. الناس ما تنساش تعملها لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، والفيديوهات بتاعتنا طبعا بننزلها على صفحتنا برضو على الفيسبوك، صفحة المهندسين الوطنيين. لو الناس ما اشتركتش فيها الناس يا ريت تشترك فيها. دي كانت جولة سريعة كده في منطقة الحي السكني R3.